مساء الفل عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض كفتة داوود باشا. هنعملها بجد بالطريقة الأصلية اللي طعمها تحفة جدا جدا، واللي هيدوقها يعني عايزة اقول لكم هتبقوا عايزين تعملوها كل يوم من كتر حلاوتها وطعمها اللي تحفة قوي، وريحتها بقى مش عايزة اوصف لكم. بس يلا بينا قبل ما نبتدي في الوصفة. اللي لسه ما عملش سبسكرايب انزلوا اعملوا سبسكرايب وفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واعملوا لايكات كتيرة وكومنتات اكتر. شايفين بجد الكفتة وجمالها يعني مفيش بعد كده. ويلا بينا نخش في الوصفة على طول عشان ما اطولش عليكم. بجد مقاديرها سهلة وبسيطة، مش هتاخد مننا وقت، وبجد طعم مفيش بعد كده طعمها حلو قوي. يلا بينا. اول حاجة هنا معايا كيلو من اللحمة. حط عليه ربطة من البقدونس مقطعة الورق بتاعه بس صغير زي ما انتوا شايفين. تمام. وهنا معايا بصلايه انا بشراها ناعم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، بس انا هاخد التفل بتاعها بس مش هاخد الميه بتاع البصل. يعني على قد ما تقدروا تحاولوا تعصروا كده البصلايه حلو بحيث ان احنا نسيب الميه بتاعتها. تمام. ونيجي بقى للتوابل بتاعتنا. كده حطينا البقدونس والبصل زي ما انتوا شايفين. هنحط التوابل بتاعتنا سهله وبسيطه قوي. معلقه صغيره من كل اللي انا هقول لكم عليه: ملح وفلفل وبابريكا وكمون وسبع بهارات وقرفة وجنزبيل. بس كده. يبقى نقول مع بعض تاني: ملح وفلفل، قرفة، جنزبيل، بابريكا، كمون، وسبع بهارات. ونقلب الكلام ده مع بعضه حلو قوي. وبعد كده بصوا انا بدي بس تقليبة عشان التوابل تكون مع اللحمة كلها والبقدونس والبصل. وبعد كده هوديه الكبة زي ما انتوا شفتوا كده بالظبط. شايفين انا كنت عايزة ان انا اعمله في الكبة عشان عايزة اللحمة بتاعتي تكون مفرومة حلو. يعني انا مش يعني اللحمه لازم تكون مفرومه خالص. ممكن تفرموها الاول من غير التوابل والبقدونس والبصل، بس انا حطيت كله الاول عليها وبعدين فرمتهم مع بعض حلو. دي الطريقه دي احسن بكتير. تمام. بصوا بقى انا هنا قسمت الكور بتاعتي، بس دي طبعا مش شكلها النهائي، قسمتها كده على الميزان بحيث ان تكون الكور كلها متساويه. تمام. وجبت صينيه او اي حاجه وحطيت فيها شويه من الدقيق زي ما انتوا شايفين. والكور بتاعتي زي ما قلت لكم انا لسه ما عملتهاش، يعني انا بس قسمتها بحيث تبقى كلها وزن واحد. اهم حاجة واحنا بنشكلها كده لازم ندوس عليها بايدينا حلو قوي، بحيث ان الكرة بتاعتنا تكون متماسكة كده زي ما انتوا شايفين. يعني الكرة لازم ندوس عليها بايدينا حلو قوي. تمام. وببتدي ان انا اغلفها كده تغليفة بسيطة بالدقيق. انا مش بعمل بايدي ولا اي حاجة، انا بهزها بس في الصينية، فاوريدي هي بتتغلف بالدقيق. طبعا انا عشان معايا كمية الكيلو ده كمية برضو، فمش هتيجي كلها في قلب الصينية. تمام. عملت شوية وبعدين ركنتهم على جنب، حطيتهم في طبق تاني. وبعدين عملت الكمية التانية زي ما انتوا شايفين. بعدين رجعت الكمية كلها في الصينية. بجد يا جماعة الطريقة دي حلوة قوي، امشوا عليها بالتفصيل هتاكلوا احلى كفتة داوود باشا. تمام. زي ما انتوا شايفين كده بالظبط دي شكلها بعد ما كلها اتغلفت. تمام. هنجيب بقى الطاسة بتاعتنا اللي احنا هنشتغل فيها على النار. نحط فيها معلقة كبيرة كده من السمنة زي ما انتوا حابين تستخدموا زيت بس هنا انا استخدمت سمنة على زيت، بتدي تيست في الاخر حلو قوي. تمام. نتأكد ان السمنة بتاعتنا سخنت، اهم حاجة. وبعد كده نبتدي ننزل عليها بالكفتة اللي احنا عاملينها. بصوا، واهم حاجة طبعا نكون متأكدين ان الزيت او السمنة اللي احنا بنستخدمها تكون سخنة جدا. مش عايزة اوصف لكم ريحتها كانت عاملة ازاي من واحنا لسه بنشكل اصلا في الكفتة، وريحة اللحمة مع التوابل تحفة جدا جدا، ريحتها بجد تجوع لوحديها. وكده خلاص بعد ما نزلنا بكمية الكفتة كلها بجد شكلها تحفة جدا. وبنديلها تقليبة كده في الطاسة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين. مش عايزة اوصف لكم بقى الريحة في الوقت ده كانت عاملة ازاي. بجد شكلها حلو جدا، اكلة حلوة جدا جدا. هنديها كده تقليبة بحيث ان هي اللحمة بتاعتنا تستوي. تمام. هي خدت لون اهو من تحت، وبعد كده انا قلبتها على الوش التاني عشان برضو تاخد لون من الجنب التاني. بس كده خلاص هي كده خدت لون من الجنبين. هنبتدي بقى ان احنا نطلعها واحدة واحدة كده. بجد مش عايزة اوصف لكم كانت عاملة ازاي، حلوة جدا جدا. هنبتدي نطلعها ونشوف هنعمل ايه تاني مع بعض.
ودي بقى شكلها بعد ما طلعناها كده، رصيناها في الصينية زي ما انتوا شايفين. بجد تحفة، يعني مفيش احلى من كده. يلا بينا بقى على طول نشوف هنعمل ايه تاني. في نفس الطاسة بقى بتاعتنا بنفس المادة الدهنية ونفس كل حاجة، هننزل ببصلاية مفرومة، هنديها تشويحة بسيطة خالص زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة من الثوم المفروم. بصوا انا مش عايزة اصفر الثوم ولا اي حاجة، انا عايزة يدوبك بس ريحته تطلع مع بواقي الكفتة اللي هي نزلت مننا، الحاجات الصغيرة خالص اللي في الطاسة دي. هنقلب كله مع بعضه. تمام. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من صلصة الطماطم. لو انتوا مش حابين تحطوا الموضوع صلصة الطماطم براحتكم، بس بتديلها لون حلو قوي. تمام. هقلب كده صلصة الطماطم مع البصل والثوم زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. وبعد كده هبتدي انزل بكوبايتين من الطماطم المعصورة. بصوا بقى هنا الطماطم مش هتاخد معانا وقت خالص ان هي تتقل. ليه؟ لان في الطاسة بواقي من الدقيق اللي احنا كنا عاملين بيه الكفتة، فده هيخليها تتقل بسرعة قوي، يعني مش هتاخد وقت كبير في التسبيك خالص. تمام. هنبتدي بقى دلوقتي ننزل بالتوابل بتاعتنا، نفس التوابل اللي حطيناها على الكفتة بس نص الكمية. يعني بدل ما معلقة صغيرة من كل حاجة، لا هنحط نص معلقة من الملح والفلفل الأسود والقرفة والجنزبيل والسبع بهارات والبابريكا والكمون. تمام كده، نفس التوابل بالظبط بس نص الكمية. فاكرين بقى التفل بتاع البصل اللي خدناه ساعة ما كنا بنعمل الكفتة؟ هنزل انا بقى دلوقتي بالمية بتاع البصل. تمام. هتدي تيست الكفتة حلو جدا جدا. وبعد كده هنزل بمعلقة صغيرة من السكر، مادام قلنا صلصة يبقى لازم نحط سكر، ما تقلقوش مش هتبان خالص في الطعم. وبعد كده هنزل بكوباية من المية. بصوا شايفين الصلصة تقيلة بتاعتنا ازاي؟ يعني حتى بعد ما حطينا المية فهي برضو اوريدي تقيلة عشان الدقيق طبعا اللي نزل من الكفتة. وبعد كده هحط بقى الكفتة هنرصها كده عشان تتطعم خالص وتشرب من الصلصة بتاعتنا. مش عايزة اوصف لكم طعم الصلصة ده كان عامل ازاي، طعمها حلو جدا جدا. هتخلي الكفتة تبقى شاربة منها جدا. بعد ما سبتها 5 دقايق على الجنب ده، هنقلها على الجنب التاني. هقلب كده الكفتة زي ما انتوا شايفين على الجنب التاني عشان تبقى كلها شاربة من التسبيكة بتاعة الطماطم. وبجد يعني كله احلى كفتة داوود باشا. بجد تحفة جدا جدا، وريحتها تحفة وطعمها مش عايزة اوصف لكم عامل ازاي. هنا بقى ممكن تقدموها مع رز بشعرية، ممكن تقدموها مع مكرونة. بجد مع المكرونة حلوة قوي قوي. مكرونة سباكيتي كده مسلوقة، نحط عليها الكفتة وننزل عليها بالتسبيكة بتاعتنا. يا بجد هو في احلى من كده؟ بجد كانت تحفة وطعمها حلو قوي، ووجبة حلوة جدا جدا، وهتعجب الولاد كمان. اتمنى بجد تجربوها وتكتبوا لي رأيكم في الكومنتات طلعت عاملة ايه. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو. لو اول مرة تشوفوا القناة متنسوش تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. واستنوني فيديوهات جاية كتير، وصفات جاية اكتر. باي باي، مع السلامة.